في الحرب، أنت كان ليك برضه دور مهم جدًا. دورك في الحرب العظيمة اللي إحنا يعني النهارده بنحتفل بمرور نصف قرن أو 50 عام عليها. طبعا نحن منذ أول لقاء مع الرئيس عبد الناصر زاره الأخ معمر هنا في مصر، وقال له أن كل إمكانيات ليبيا تحت تصرف مصر، وقال له عجلنا بالثورة لكي نثأر لكرامة الأمة. فتم الاتفاق منذ اللحظة الأولى على أن تتولى ليبيا توفير بعض الاحتياجات القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت، وخصوصا الأسلحة الغربية، لكي يخلق توازن عسكري في وكلف رائد عبد السلام جلود في ذلك الوقت بالذهاب إلى فرنسا، وكلفنا نحن مجموعة من الضباط لمهام كان سرية في ذلك الوقت، وكانوا معنا زملاء من مصر لكي نوفر الاحتياجات الغربية لمصر، سواء كان طائرات الميراج أو الكورتال أو الزوارق أو الجرافات هذه اللي بني بها السدود، أو مضخات المياه التي هد بها هذا، أو دفاع جو متحرك الكورتال، قطع البحرية بعض منها الزوارق والصواريخ التي لم تكن توفر لمصر في ذلك الوقت. يعني أشياء كثيرة طبعا، بالإضافة للوقود والمياه والتموين. كانت معركتنا لم نكن نقدم دعم ولا منا على مصر. مصر فضلها على كل العرب من الخليج إلى المحيط. لولا مصر دول الخليج ما تحررت، وأول دعم قدم لهذه الدول كان من مصر، من الأحذية إلى التموين إلى المساعدات المادية، وأيضا ليبيا، وأيضا حرب الجزائر، يعني حرب تحرير الجزائر قادها عبد الناصر ورفاقه عندما استقبل قيادة الثورة الجزائرية، وقدم لهم الدعم والتدريب. وحتى بعد الاستقلال ذهبت البعثات المصرية لتعليم اللغة وللمساعدة، وكل الدعم المصري في ذلك الوقت لم يكن بمقابل. حتى بعض الناس تعتقد بقياس اليوم أنهم رايحين يشتغلوا بمقابل مادي، كان على حساب مصر المدرسين والأطباء لأن كل هذه دول كانت فقيرة، يعني لم تكن يعني ما كانش فيه طبعا إيه البترول، ما طبعا كانش فيه طبعا. الثراء اللي حاصل. هذه الصورة في ذاك الوقت كيف كانت. نحن مساهمتنا بالحرب هذا جزء من واجب نقوم به أمس واليوم وغدا، يعني نحن معركتنا واحدة، نحن نعتبر هذه الأمة واحدة، نحن نعتبر الوطن الكبير هذا من طنجة إلى البحرين وطن واحد. يعني كرامة مصر من كرامتنا وعزتها من عزتنا، وكذلك سوريا والعراق والمغرب والجزائر وتونس والبحرين، وهذا وطن واحد يعني. ما أكيد طبعا. وبعض الناس كانت تستغرب في ذاك الوقت، يعني يعتقدوا بالعقلية التقليدية هذا أن احنا مجانين، يعني كيف قدموا هذا الدعم السخي بهذه الشكل، كأنكم أنتم. احنا لم تكن معركة مصر كانت معركتنا، لم تكن معركة سوريا معركتنا، لم تكن معركة الفلسطينيين معركتنا. صحيح، نحن معركة نعتبر العرب نفس جميعا. الشركاء، وليس جئنا لنتبرع أو نقدم الدعم أو